بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين وعيد أضحى سعيد عليكم بسم الله وعلينا الرحمن جميعا الرحيم. يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا طبعا محمد وعلى اله وصحبه احنا النهارده وسلم. هنعمل ان شاء الله ان باذن شاء الله الله النهارده كل اطعام سنه اللي وانتم هو طيبين وتقضي اليوم وقفة علينا عرفات. وعليكم طبعا بكل بيصابوا خير يا كتير رب. جدا ان جدا. شاء الله النهارده هنعمل فاول حاجه الافطار انا طبعا بتاع احنا ذبحنا الخروف وقفه كان عرفات. قبل الوقفه ان شاء بيوم، الله ربنا يتقبل ولازم منا اللحمه ان ومنكم. احنا نشمعها ده طبعا خالص زي ما انتم في شايفين الارض كده منزلها على الصوره فرشه او بتاعته. على حاجه طبعا ده تتشمع، جزء منه. تنشف شويه، وبعد كده هنبدا نحطها نسلقه في مع بعض. انا التلاجة عايزه او في اقول الفريزر. لو اتشالت ولعت بس اللحمه على الحله، انا مباشره هدي بعد اللحمه الذبيحه في تشويحه طبعا التلاجة او في عشان احنا الفريزر كنا ذابحينها بتزرق قبل الوقفه او بيوم، بتخضر فاضطريت ان انا احطه في فما الفريزر ينفعش عشان ان لونه احنا ما نشيلها. يغيرش. لازم لو اللحمه اول تاخدوا ما بالكم بتتذبح بصوا عشان ما بتبقى حطيتش في سخنه الفريزر لازم تتشمع. ولا تمام. تزرق فانا ولا اي بعد حاجه. ما ما ذبحنا ينفعش اللحمه تكون دي لحمه مذبوحه ضاني خروف. وتتحط على الرف. لازم بعد ما ذبحنا ركنت تتشمع اللحمه الاول اللي وبعد كده انا تتشال في الفريزر. هعملها الاطعام اهي في شنطه بسم زي ما الله انتم نبدا شايفين فيه. كده، وحطيتها انا في عايزه بس الفريزر. اشوحها يعني الاول انتوا لو اخد تاخدوا الحتت بالكم انا اللي فيها مطلعاها مثلا ما سمين. كملتش نص ساعه، فهي ما يعني انا كانش ريحه طلعتها من اتجمدت الفريزر، بس قوي، طبعا بس عشان اللحمه ما شمعت دام انتوا شايفين بنشيلها في لونها ما شاء الله الفريزر ما الله اكبر، ينفعش ان لونها احنا وردي نطلعها حلوه قوي. نسيبها تفك خالص. لو فكت خالص بس كده. كده فانا خلاص بوريكم يعني ان هي بتطلع بسهوله. الفرصه يعني هي بتاعتها. جامده شويه، بس ان هي لو سلكتها بايدي بتفك يعني. وفي نفس الوقت لا لونها غير ولا اي حاجه. فدي حاجه برضو تخلوا بالكم منها الناس اللي بتضحي. اللحمه اول ما بتتذبح ما تشيلهاش على الرف نهائي، لان انا شايفه على الفيسبوك بتتقطع بالعظم بتاعها يعني كذا حد منزلين مش ان بتبقى زي اللحمه العاديه اللي هي اللحمه خضرت والكلام ده كله. اللحمه ده الضاني علشان انت بتبقى لازم شلتيها العظم مباشره بتاعها. في التلاجة اول ما استوت، يعني عبيتيها في كيس مثلا وشلتيها في التلاجة او في الفريزر، بتخضر بالمنظر ده. لازم تبرد وتشمع. المهم بقى نبدا ونقول ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت انا حله كده وبدات وده اسخنها. بتنجان هشوح انا اللحمه في شويته كان الزيت. عندي في هنا التلاجة، بقول لكم قلت ان انا عشان ايه كان عندي ما يبوظش بتنجان بقى في زحمه العيد كده هو، رومي فانا شويته لسه فكان في مقشر التلاجة. قلت بقى يجي في زحمه العيد وهيبوظ فحرام، يبقى فرحت بابا غنوج شوياه حلو وقلت قوي خليه ايه لما انضفه. تشيليه في الفريزر. وبعد كده بحطه في كيس في الفريزر. وبحب اعمل بابا غنوج بروح مطلعاه بحط يا دوبك عليه طب انا اروح طحينه بس. اسلك بقى ده وارجع حلو لكم جدا تاني. بصراحه. هنا بدات ان انا اسلك اللحمه. قلت لكم كانت ماسكه شويه، مش عارفه امسك التليفون وصرفت. قلت لكم هروح بس افكها وارجع. كده خلاص فكيتها كلها من الاكياس وحطيتها هنا. هم دول يعني اللهم صل على سيدنا محمد حوالي مثلا بتاع 8 كيلو او 9 كيلو لحمه. والضاني طبعا كلنا عارفين اللحمه الضاني بتتقطع بالعظم بتاعها او بتتكسر بالعظم بتاعها، ما بتتخليش مش زي اللحمه الكندوز او البيتيلا او كده. لا، دي اللحمه الضاني لازم بتتقطع، عشان انتوا لو تاخدوا بالكم كان في عظم في الاول. الريش والكلام ده هي بتتقطع بالعظم بتاعها. هنا بدات اللحمه شوحتها يعني حاجه بسيطه، لان طبعا ما شاء الله الحله كانت كبيره، فكنت مش عارفه اجيب من تحت قوي. فيعني اللي هي اديتها تشميعه كده هو، يعني كانت واحده وواحده بصراحه، ما كانتش كلها، كانت خدت واحده وواحده. فبدات ان انا ازود عليها ميه بقى عشان نسلقها. كده زودت الميه. هنا عملت قطعت بصل يعني 4 كده، ورق لورا. وقلت بقى انا عايزه اقطع عليها جزر، لان الجزر انا بحبه في اللحمه مثلا مسلوقه. اولا بيديها طعم حلو، تسكيره حلوه كده، وفي نفس الوقت انا بحب اكله كده. والبصل انا قطعته 4 كان عندي بصل قوارمه صغير، فقطعته 4 والصغيره قطعتها نصين. وانا المفروض بقى نحط حبهان وجوز الطيب او حبهان. انا عندي الفلفل الاسمر كده كده اساسا، انا بطحن الفلفل الاسمر اساسي بجوز الطيب والحبهان اساسي. فانا كده كده ما كانش عندي حبهان حصى، فرحت حطيت فلفل اسمر. قلت هو معايا يعني. هنا كانت اللحمه ما شاء الله كانت استوت، بس الله اكبر كانت جميله وكانت دايبه، ما خدتش سوا نهائي. آه بدات ان انا نشيلها بس في طبق تاني لوحدها، علشان لما اغرفها في كل طبق ابقى انا شايفاها. وهنا الرز انا عملت حلتين، ما عنديش كان حله كبيره بقى للرز، فانا عملت حلتين، فحسيت ان هو مش هيكفي. فبدات دول هنا كنت موطيه عليه بقى كانت بتشرب. حسيته لسه الحلتين دول مش هيكفوا، رحت قلت اولع على اعمل حله تانية بسرعه. كان هنا فاضل على المغرب مثلا حوالي لسه ساعتين. يعني انا بحب اعمل حاجتي بدري شويه. وزي ما انتم عارفين انا ما بعرفش ان انا اصور التوزيعات، لان في الوقت بقى الغرف والكلام ده كله بتبقى الدنيا زحمه جدا وبيبقى الوقت صعب. هنا بقى انا عملت الطبق اللي هو النص كيلو، حطيت عليه حطيت فيه رز، وحطيت عليه صلصه. الصلصه طبعا صلصه زي صلصه الكشري عادي جدا، صلصه ودقه وصلصه توم وطشيته بالخل، بيديها ريحه حلوه جدا جدا. وزي ما انتم شايفين حطيت على كل طبق حته لحمه، وبدات طبعا بدور كده. ما بقول لكم اللحمه بتبقى قدامي ليه؟ لان اللحمه الضاني بتبقى اغلبيتها سمينه، فانا خليتها كده قدامي عشان ابقى شايفه مثلا ما احطش لحد حته سمينه قوي، وما احطش لحد حته حمراء قوي، اللي هو بظبطها يعني حبه كده وحبه كده.
بس كده بدأت بقى ايه، وطبعا هيقولي بقى انت بتعملي بايديكي ومش ايديكي، على فكره انا غاسله ايدي 30 مره، والاكل ده انا وولادي واكلين منه يعني. انا ما احنا في بيتنا ما حدش بيلبس قلبازات في بيته يعني. انا بخرجه، اللي انا بخرج منه للناس ببقى عاملاه يعني بنظافه جدا جدا، لان اولا احنا بناكل منه، فلازم ان انا تبقى الحاجه نظيفه يعني. فانا ان انا بعمل بايدي، فانا ايدي غسلاها كويس جدا جدا وشغاله يعني، ما فيش مشكله، شغاله في بيتي كأن الاكل ده بتاعنا. وعايزه اقول لكم ان اصلا الاكل ده انا كنت عامله طبعا هو منه لينا، يعني كنت حاطه حاجه منه لينا، ان طبعا الاطعام ده